بساطة لرخاء بالزخرفة والنقوش وفنون الهندسة وبراعة بالتفاصيل الصغيرة المحفورة. تقريبا نص مليون سائح بيزوروا قيروان سنويا، وتقريبا هالنص مليون بيزوروا البيت هيدا اللي هو مجموعة من عدة ديور انفتحوا على بعض في أكثر من 15 غرفة تقريبا هون، كل وحدة فيها ديكور مختلف عن الآخر، فيها تفاصيل واحد ممكن يقعد ساعات يتأمل فيهم الدقة اللي موجودة فيهم، من حفر بالجفصين، بالحجر، بالخشب، وحتى السيراميك الملون. المعلم الأهم بدون شك بمدينة القيروان هو مسجد عقبة بن نافع يلي تأسس بالقرن السابع، وبعد مزاياه بيطلعنا عليها السيد خليفة. سيد خليفة، من أول ما دخلت المسجد لاحظت أنه في أعمدة كثيرة وهندسة معمارية فريدة من نوعها، فشو فيك تخبرني عن هندسته المعمارية، وإذا فينا نبلش يمكن كم عمود فيه؟ في هذا الجامع هو لما حل المسلمين استفادوا من البقايا الرومانية فجلبوا 600 عمود من قرطاج، من رخام، من البورفير، والاشكال بكلها واتجاه الرؤوس نتاعها 600 شكل بكلها مختلف الاشكال. هو الجامع الوحيد في العالم الاسلامي اللي يضم 600 عمود ومتقاس نفس الاشكال نفسها بكلها بيزنطيه ورومانيه، معناها كبتها في اعمده. حتى التاج تبع الاعمده كمان الرؤوس بكلها اشكال مختلفه بيزنطيه، حتى لازم تشاهد اتجاه الرؤوس نتاع الاعمده بكلها اشكال مختلفه بيزنطيه ورومانيه ومتقاس نفس الشكل في. فاذا في 600 عمود 600 عمود بالداخل وبالخارج مجموعه في كل المسجد في كل الجامع. طيب بالنسبه للهندسه المعماريه كمان ملاحظ انها كثير بسيطه، لأن الذين أسسوا هم الجامع جو من مكة فأرادوا أن يبنوا جامع مثل جامع النبي صلى الله عليه وسلم كمسجد الرسول، هو مثال معناها على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي شيد في المدينة. فهذا الجامع الوحيد في شمال أفريقيا هو نفس الشكل، يشبه ياسر كثير مسجد النبي ويرمز على الأناقة والبساطة نتاعه. معاذ، كيف حالك؟ خير تمام، ماشي الحال؟ الحمد لله. من أي ساعة أنت وعم تعجن وتعمل مقروض؟ من الصبح؟ من أي ساعة بلشت؟ من العشية؟ يعطيك الصحة. خبرني يا معاذ كيف بيعملوا لهيدا الحلو المقروض؟ المقروض هذا سميد ساعة وفرينة. فهمتني؟ سميد وفرينة والزيت، اوكي؟ يتعجنوا ثم يتبلوا مش يرتاحوا. حاسه حالي عم برقص باليه انا وياه لمعاذ من هون. سو بتنعجن العجينه بتخليها ترتاح. شوفوا مقادير ما حنقدر نعطيكم لانه هيدا سر المهنه، صح؟ ما فينا نعطي مقادير، بس بتنعمل بالسميد والفرينه اللي هي الطحين العادي والزيت، والحشوه من شو بتنعمل؟ تمر. بتنعمل كمان او بالتمر او باللوز، واللوز لما ينعمل بينطحن بينخلط مع السكر. اوكي. هلا اللي عم يعملها فيها التمر، بس بتنعمل كمان نوع ثاني بتكون محشيه باللوز اللي بيطحنوه مع السكر، ومثل ما عم بتشوفوا بتكون الحشوه معموله خالصه، يعني بيعملوها العجينه هون في بقلبها التمر، وبعدين معاد بمدها بحركاته الرشيقه، وبعدين بيكبسها بهيدا القالب الخشب اللي عليه نقشات حلوه، وبتتقطع وبعدين بتنقلها بالسكين. بتتقطع بالسكين، بتنقلها بالزيت السخن، وبعدين بتتغطس بالعسل، وبعدين تخرج، وبعدين بتتصفى من العسل، وبعدين تباع ما شاء الله، وبتلاقوا الناس واقفين بالصف ناطرين. مع الحلو بنختم مشاويرنا اليوم، وبترككن مع بعض المناظر من الأماكن يلي حنزورها بحلقتنا الجاي من مشاوير، ويلي حيكون جزء كبير منها من الجنوب التونسي.